أكدت تقارير صحفية اليوم أن نجم المنتخب الجزائري ونادي مانشستر سيتي الإنجليزية رياض محرز سينتقل إلى الدوري السعودي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا. وقد انتشر في وقت سابق فيديو مثير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قميص لاعب المنتخب الجزائري ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز بألوان النادي الأهلي السعودي، ما أثار العديد من التساؤلات بشأن مستقبل اللاعب. وظهر قميص النادي السعودي وعليه اسم رياض محرز ورقمه 26، حيث تم تداوله على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة العربية السعودية. وتساءل متابعون عن حقيقة هذا الفيديو، وما إذا كان مؤشرا على قرب انضمام النجم الدولي الجزائري إلى نادي الأهلي السعودي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى بعد هبوط صادم إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي. وظهر الفيديو المثير في وقت تتزايد فيه الشائعات بخصوص مستقبل اللاعب الجزائري مع بطل إنجلترا، حيث تشير عديد التقارير إلى أن اللاعب غير سعيد بوضعه الحالي مع فريقه، وقد سئم من البقاء احتياطيا في تشكيلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا. وكان المعلق السعودي مشاري القرني قد ذكر الأسبوع الماضي أن لديه معلومة تفيد بأن نجم نادي مانشستر سيتي قد عرض نفسه على نادي الأهلي للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وتأتي هذه التقارير في وقت تسعى فيه المملكة العربية السعودية إلى التعاقد مع أشهر نجوم كرة القدم في العالم واستقدامهم إلى الأندية السعودية، حيث تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نهاية عام 2022، ثم نجح نادي الاتحاد في التعاقد مع مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما، بانتظار التعاقد مع نجوم آخرين قد يكون في مقدمتهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المطلوب في نادي الهلال. ويرتبط النجم الجزائري رياض محرز بعقد مع مانشستر سيتي ينتهي في يونيو 2025، وخاض اللاعب 30 مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحرز 5 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة وفقا لبيانات موقع ترانسفير ماركت العالمي. ويستعد اللاعب الجزائري الفائز بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي هذا الموسم لخوض النهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخ النادي، حين يواجه نادي إنتر ميلان الإيطالي يوم 10 من يونيو القادم.